بتبدأ قصتنا بوحوش ليها وجوه بشرية مخيفة جدا بتهجم على الناس. في اللحظة دي الكل بيحاول يهرب، بيبدأوا يدوروا على ملجأ يستخبوا فيه علشان الوحوش دي ما توصلش ليهم، بس للأسف بيكونوا على حافة الجبل ومفيش مكان ليهم للهروب. بيحاولوا يدوروا على أي مكان يستخبوا فيه، فبيروحوا يستخبوا ورا مجموعة من الصخور على حافة الجبل، بس للأسف الوحوش بتقدر تكشف أماكنهم. الوحوش بتفضل تلتهم في الناس واحد ورا التاني، وفي الوقت ده بيكون بطلنا جيانج مستخبي ورا صخرة وبيفكر إن هو دلوقتي على كوكب الأشباح، وده طبعا علشان اختبار المبتدئين، بس هو بيكون اختبار صعب جدا. بيتقال إن بعد استخدام مواد التحول كل اللي عليهم إن هم يفضلوا على قيد الحياة على كوكب الأشباح ده لمدة 5 دقايق، وده علشان تكتمل عملية التحول تلقائيا. لكن أي شخص عادي في المكان ده بيكون صعب عليه إنه يعيش حتى لو دقيقة. وعلشان نفهم كل ده بدأ إزاي لازم نرجع بالزمن لورا شوية. كوكب الأشباح ظهر فجأة خارج كوكب الأرض قبل 50 سنة، ولكن ظهوره ما عملش أي مشكلة في الجاذبية زي ما احنا متوقعين. الكوكب ده ما أثرش على جاذبية كوكب الأرض في أي حاجة، وده اللي خلى كوكب الأرض ما يخرجش عن المسار الطبيعي بتاعه والحياة تكون ماشية عليه عادي. ولكن ظهور الكوكب ده عمل حاجة تانية، اتسبب في تحول الحيوانات والنباتات اللي موجودة على كوكب الأرض لوحوش تسمى وحوش الحاكم أو وحوش الوجه البشري، واللي سببت دمار في جميع أنحاء العالم. وللأسف الوحوش دي ما كانش ممكن نقاومها بالتكنولوجيا البشرية أو حتى الأسلحة، ووجودهم هدد وجود البشرية. لكن خلال الفترة المظلمة دي اكتشف البشر اللي قدروا ينجوا إن في عدد كبير من بوابات النقل السحري. البوابات دي ظهرت فجأة بدون سابق إنذار، وعرفوا كمان إن هم ممكن يستخدموا البوابات دي علشان ينتقلوا ويسافروا لكوكب الأشباح، وده طبعا في شكل رقمي مش بأجسادهم الحقيقية. هو اكتشفوا إن كوكب الأشباح ده عالم رقمي مش واقعي، وعلى كوكب الأشباح ممكن للبشر إن هم يتحولوا لأنواع مختلفة من المهن من خلال النظام، وهناك بيمتلك كل شخص إحصائيات ومعدات وكمان مهارات، ويقدر يتقدم في المستوى زي شخصيات الألعاب بالظبط. ويقدروا كمان إن هم يزودوا قوتهم مع الوقت، وكل ما كانت قوتهم بتزيد في كوكب الأشباح كانت قوتهم بتزيد برضه في العالم الواقعي، وساعتها هيكون عند البشر القدرة إن هم يواجهوا وحوش الحاكم. والأبطال دول كان لقبهم المستكشفين. بيكون بطلنا جيانج هو الوحيد اللي فاضل من اللجوم للجبل، وما بيكونش قدامه أي طريق تاني يهرب ليه، وفجأة بيكتشف وحوش الوجه البشري مكانه في اللحظة دي. بيكون واضح على ملامح جيانج التوتر والخوف، بيجز على أسنانه وبيفتكر لما وصل لكوكب الأشباح ده لأول مرة. بيقول لنفسه أنا بذلت كتير من المجهود علشان أوصل لهنا، فازاي هموت بعد كل ده؟ وقتها بيفتكر جيانج اخته عانت قد ايه علشان تجمع له كميه الفلوس اللي راح بيها لكوكب الاشباح، غير ان اخوه الاكبر اللي كان عنده فشل كلوي كان بيشتغل بكل ما عنده علشان يجمعوا الفلوس دي، ولو ما قدروش يجمعوا فلوس العمليه في خلال شهرين فاخوه ممكن يموت. بيفقد بطلنا جيانج الامل وبيقول يعني بعد كل ده وانا ما كملتش حتى التحول وفقدت كل اللي انا جاي علشانه، وحاليا انا مستني موتي. هنا بيشجع نفسه وبيشوف ان بدل ما يفضل قاعد ومستني الموت لازم يراهن علشان خاطر عيلته. في الوقت ده بيفكر جيانج في الهروب من فوق الجبل، بس بيتفاجئ بوحش من وحوش الوجه البشري بيسدد له ضربه قويه جدا. جيانج بيكمل وما بيستسلمش وبيرمي نفسه من فوق الجبل، بيراهن على الفرصه الوحيده اللي قدامه علشان يفضل على قيد الحياه. النظام بيكلم جيانج وبيقول له ان سلوكه ده شبه سلوك المقامر، هو بيهنيه على تفعيل احتماليه بتوصل لواحد من كل مليون، وهنا بيحصل جيانج على مهنه سريه. في اللحظه دي النظام بيبلغه ان هو كمل عمليه التحول بنجاح، وكمان بيهنيه على التحول لمهنه مخفيه مشرفه وهي المقامر. بيصطدم جيانج بالارض بعد وقوعه من فوق الجبل وبيتفاجئ انه لسه على قيد الحياه. بيسال جيانج نفسه ايه اللي حصل وبيفضل يتفقد في جسمه، فبيتفاجئ ان هو ما تعرضش لاي اذى من السقوط من الجبل، حتى الجروح القديمه اللي كانت عنده كلها اختفت في لحظه. فجاه بتظهر له بنت جميله وبتكون فتاه من الذكاء الاصطناعي واسمها دينج دونج، بتبلغه ان بسبب تسجيل الدخول الناجح والتحول في الوقت المناسب تم تحديث الخصائص الاساسيه اللي عنده، ده معناه ان جسمه كله خف تماما. ساعتها جيانج بيقول لنفسه اكيد البنت اللي قدامي دي مجرد فتاة من الذكاء الاصطناعي. هو بيقول لها فبتقول له انت ممكن تعتبرني حاجه شبه كده. بتهنيه على تحوله بنجاح وبتبلغه ان هي هتقدم له شرح لمواهب مهنه المقامر، وبتكون اول هبه هي المضاعفه، والمهاره دي يقدر من خلالها ان هو يضاعف اي مكافاه وعقوبه يحصل عليها من النظام، وده مع فرصه 1% لتنشيط تاثير المضاعفه الفائق. هو بمجرد ما يتم تنشيط التأثير ده يقدر يضاعف المكافآت والعقوبات 10 أضعاف. ومش بس كده، بتبلغه دينج ان بما انه نشط موهبة المضاعفة في نفس الوقت اللي حصل فعلا موهبة المضاعفة، فتضاعف عدد المواهب المهنية اللي حصل عليها، وبكده هياخد موهبة كمان.
بيفرح جيانج جدا وما بيكونش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، اصل في الوقت اللي كل الناس التانيين بياخدوا فيه مهاره واحده بس برغم الصعوبات اللي بيعدوا بيها، هو قدر يحصل على مهارتين. بتقطع تفكيره تينج وبتفهمه ان تاثير المهاره التانيه اللي حصل عليها هي الضربه الحرجه الفائقه، ومن خلال المهاره دي بتزيد ضرر الضربه الجارحه اللي عنده ل 288 ضعف، وبتهيأله فرصة للضربة الحرجة الأولية بتوصل ل8.1. بعد كده بتوري له دينج ملخص عن الخصائص والمواهب اللي عنده، وبيكون جيانج في المستوى الأول والخصائص بتاعته كالآتي: القوة بتكون 4 واللياقة البدنية 8، الرشاقة 12 والطاقة النفسية 12، الدفاع 8 والخبرة 8 على 180. وبكده يكون مجموع الخصائص الأساسية الأربعة 36 نقطة. فتفاجئ جيانج لأن بشكل عام خصائص اللاعب بعد التحول بتكون عبارة عن 20 نقطة، فالغريب إنه قدر يوصل للرقم ده في اول تحوله. وهنا بتبلغه دينج ان بسبب موهبته المضاعفه يقدر كمان انه يضاعف نقاط الخصائص اللي يقدر يحصل عليها بعد التحول. بيفرح جيانج جدا وبيفكر لو الموضوع كده هيقدر يحصل على ضعف نقاط الخصائص عند الترقية على كوكب الاشباح في المستقبل. هو في الوقت اللي حصل فيه الشخص العادي على 10 نقط خصائص لكل مستوى، هو هيحصل على الضعف يعني 20 نقطه، وهتبقى الترقية بتاعته مساويه لترقية شخصين. وده غير ان جيانج عنده كمان موهبه الضربه الحرجه الفائقه، وده على عكس الشخص العادي اللي بتضاعف الضرر بتاعه بس، لكن ضربته هتضاعف الضرر 200 مرة. وبالرغم من ان معدل الضربة الحرجة الحالي لجيانج 1% بس لو قدر يزود معدل الضربة الحرجة قوته هتبقى مرعبة فعلا في المستقبل، وهيقدر يواجه اي وحش على كوكب الاشباح. بيمشي جيانج شوية وبيتفاجئ ان في سلاح مثبت في الارض. هنا بيفتكر جيانج ان السلاح ده كان بتاع الوجه البشري اللي هو قتله. هو بيشوف جيانج انه كان بيفكر في التحول في اسرع وقت ممكن والمجيء لكوكب الاشباح بس علشان يكسب الفلوس علشان اخوه. هو بعد كل حاجه حتى لو كانت المهنه بتاعته ضعيفه على كوكب الاشباح فهي هتفضل احسن بكتير من الفلوس اللي بيكسبها على كوكب الارض. وما كانش يتوقع ابدا انه يحصل على تحول اضافي عن طريق الخطا ويقدر يتحول لمهنه مقابر مخفيه وقويه. بنشوف جيانج واقف بكل قوته وهو ماسك السلاح بتاع الوجه البشري وبيفكر ان بالطريقه دي هيقدر يكسب الفلوس بسرعه علشان اخوه. هو بيقول لنفسه ان ساعتها بس انا هقدر اعيش حياه كويسه مع عيلتي. في اللحظه دي النظام بيبلغ جيانج انه كمل مهمه التحول بنجاح. ساعتها بيفكر جيانج ان برغم القوه اللي حصل عليها دي بيكون التحول في اختبار المبتدئين هو مجرد الخطوه الاولى، وانه لازم يوصل للهدف النهائي، لازم يوصل للواجهه النهائيه لمنطقه الاختبار وهي مدينه سانت يوشينج، وده في خلال ال7 ايام. بس الوصول لهناك بيكون صعب جدا، وده لان منطقه الاختبار بتكون مليانه بالوحوش، ولو اتقتل هيفشل في الاختبار وهيرجع للارض مره تانية. بعد كده بنشوف وحوش غريبه في الغابه، وفي الوقت ده بيفكر جيانج انه لو مات على كوكب الاشباح جسمه مش هيتأذى على كوكب الارض، ويقدر كمان يسجل دخول مره تانية. بس التكلفة اللي واضح ان هي صغيرة في عيون الكتير مش هتكون متاحة الا للاغنياء وبس، وبعد كل شيء هيحتاج تسجيل الدخول لكوكب الاشباح كتير من الفلوس. علشان كده الاغنياء هم اللي عندهم فرص لا نهائية للمحاولة، لكن الفقراء اللي زيي ما يقدروش غير مرة واحدة بس. هو مفيش اي فرصة تانية علشان اقدر اعيد كل ده من تاني. في الوقت ده بيسمع جيانج الصوت جاي من ورا الشجرة، بيفتكر ان الصوت ده مألوف ليه وبيسأل نفسه ايه ده؟ مين ده يا ترى؟ بيكتشف ان في تعابين برية بتطارد صديقه يوان تشو. هو ده صديق جيانج من سنين طويلة. في اللحظة دي بنشوف يوان بيصرخ وبيعيط وبيستنجد بأي حد، بيكون خايف جدا من التعابين وبيستخدم قوته علشان يتصدى للتعابين دي. بيتفاجئ جيانج وبيفتكر ان التعابين دي سامة، حتى لدغة واحدة منها ممكن تقتل وحش من الوجوه البشرية، وده غير ان في 3 منهم بيطاردوا يوان. وهنا بيخرج من ورا الشجرة وبيطمن صديقه، بيهجم بكل قوته بسلاح الوجه البشري اللي كان معاه. وفي اللحظة دي بيتفاجئ يوان وبيسأل نفسه ايه اللي جيانج بيعمله هنا. بيطلب منه يسيبه ويمشي بسرعة لان التعابين دي عندها خصائص عالية جدا وهي السامة، غير انهم في المستوى الاول ومش هيقدروا يهزموه. في اللحظة دي جيانج بيطمنه وبيستخدم قوته، وبنشوف عينه بتتحول للون الاحمر. بيوجه سلاح الوجه البشري بكل قوته للافعال البرية وبيقدر يقضي عليها. يوان واقف مصدوم من اللي هو شايفه وبيسأل ايه اللي حصل، ازاي ممكن جيانج اللي في المستوى الاول زيه بالظبط انه يقتل التعابين بالسهولة دي. في الوقت ده بيفكر جيانج ان استخدام يوان علشان يلفت انتباه التعابين وهو يقضي عليهم من ورا كان فعال جدا. هو بيشوف ان اسهل حل دلوقتي هو تبديل الادوار، وانه جه الوقت ان هو اللي يلفت انتباه التعابين. بعد كده بنشوف يوان بيصرخ وبيكون قلقان جدا على جيانج لان التعابين بتكون سريعه جدا وراه، بيخاف انه ما يقدرش عليهم. بس جيانج بيفاجئه وبيعمل حركات رشيقه جدا وسريعه وبيقدر يتجنب ضربات التعابين، بيقضي على التعبان التاني. فبيتفاجئ يوان اكتر.
بيتساءل ازاي ده ممكن. في الوقت ده جيانج بيطلب منه انه يجذب كتير من التعابين، فبيستخدم يوان قوته وبيجذب التعابين. وهنا النظام بيبلغ جيانج انه قضى على 3 تعابين بريه من المستوى الاول، وخبرته وصلت ل3 عالميه. في اللحظه دي بيشوف جيانج انه عنده ضرر كفايه لقتل وحوش من المستوى الاول بضربه واحده، وساعتها بيعرف ان الشوكه الفولاذيه اللي اخدها من وحش الوجه البشري هي افضل قطعه معدات في المنطقه بتاعه المبتدئين دي لزياده قوته. مع العلم على كوكب الاشباح القوه بتعادل قوه الهجوم. في الوقت ده بيكون يوان منبهر جدا من قوه جيانج. هنا جيانج بيفهمه ان مهنته هي المقامر، اما يوان فبتكون مهنته هي محارب من المستوى الاول. والخصائص بتاعته كالاتي: القوه 8 والدفاع 0، اللياقه 8 والخبره 0، الرشاقه 5 والطاقه النفسيه 5. وبكده يكون اجمالي النقاط 26 نقطه، وتعتبر مهنه المحارب من افضل 5 مهن على كوكب الاشباح. في الوقت ده بيسأل جيانج عن عدد المهن على كوكب الاشباح، بس محدش بيكون عارف. لكن اول حاجه بيعملها كل المستكشفين ان هم بيدخلوا كوكب الاشباح بغرض التحول، والتحول بيتم اعتمادا على مواد التحول اللي اشتريتها في تسجيل الدخول. ومعظم الاغنياء في العادي بيشتروا مواد تحول قويه جدا قصاد مئات الملايين من الفلوس، وده علشان يقدروا يتحولوا على طول لمهنه قويه. لكن الفقراء مش بيقدروا يشتروا الا ارخص مواد تحول، فبيكون التحول ضعيف جدا، وساعات التحول بتاعهم كمان بيكون عشوائي. بعد كده بيطلب جيانج من يوان انه يجمع جثث التعابين لانها بتتباع مقابل الفلوس، وعلى كوكب الاشباح ممكن تبيع حاجات كتير جدا من اللي انت بتلاقيها. وفي الوقت اللي جيانج عايز يكسب فيه الفلوس على كوكب الاشباح بالطريقه دي علشان يرد الجميل لعيلته،